الكشري وجماله، مفيش حد فينا إلا لازم يكون بيعشق الكشري، بس خصوصا بقى لما يكون كشري حلو. هنعمل النهاردة الكشري الحلو، وهقول لكم على كام تركة كده هيخليه يطلع من ايديكم كريمي وطعمه في منتهى الجمال. الكشري الحلو بيتباع بره بسعر غالي جدا، ويدوب يكفي فرد واحد. احنا بالتمن ده هنعمل بيه كمية هتكفي العيلة كلها، وهيتبقى منها كمان جزء، وينفع جدا في العزومات. هيكفي معانا عدد كبير قوي من الأفراد. طعمه هيطلع في منتهى الجمال. في بولة، هحضر بولة أسيبها على جنب لحد ما أحضر أول طبقة اللي هي الرز بلبن. كوباية من الرز المصري المغسول المتصفي هحطها، وأحط عليها لتر من اللبن الحليب المغلي. هيفضل الرز منقوع في اللبن الحليب المغلي لمدة ساعتين. هغطيه واسيبه ساعتين، وانقله في حلة واحطه على النار الواطية لحد ما ياخد غلوة واحس ان هو استوى. هقلبه علشان ممكن يلزق منكم. ناره هادية خالص لحد ما يستوي. جبت كوبايتين من اللبن الحليب البارد، حطيت عليهم كوباية من الكريم شانتيه الغير محلى، وهحط عليه كوباية من السكر البودر. في بولة حطيت تلت كوباية من المية، حط عليها معلقتين كبار من النشا. ضروري المية تكون باردة عشان النشا يدوب كويس وما يكلكعش منكم. هدوب النشا واضيفه للحليب اللي عليه كريم شانتيه وسكر بودر. النشا ما يدوبش كويس في اللبن، لازم يدوب الأول في المية. هضيف النشا عليهم وأقلبه، وأضيف عليهم ربع معلقة من الفانيليا البودر. هقلب الميكس ده كويس، وهضيفه على الرز اللي استوى على النار، وتفضل النار هادية برضو. هقلبه لحد ما يتقل معايا الرز بلبن. النار هادية، وإيديكم لازم باستمرار إيدكم فيه بتقلبوه عشان ما يلزقش منكم. الرز بلبن تقل، هطفي عليه واسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعدين ابتدي اخد منه حوالي كبشتين. تقدروا تعملوا خطوة الرز بلبن دي قبلها بيوم عشان توفروا عليكم مجهود، وتقدروا في نفس اليوم بس بدري شوية وتسيبوه يبرد عشان تعرفوا تتعاملوا معاه. حطيت طبقة من الرز بلبن في البولة. هعمل الطبقة التانية اللي هي طبقة الكنافة. جبت ربع كيلو كنافة، كنت حطها قبلها بيوم في الفريزر عشان تبقى سهل ان انا افركها وتشرب السمن بطريقة اسرع. الكنافة الطازة مش بتشرب السمن كويس. هضيف عليها معلقتين كبار من السمن مدوباهم، وهفرك الكنافة كويس بحيث كل حبات الكنافة تتغلف بالسمنة. في طريقتين، يا اما تحمصوها في الطاسة زي ما انا عملت على النار بس ايدكم فيها وعلى نار واطية، يا اما تفردوها في صاجة وتحطوها في الفرن، وبرضو كل شوية هتطلعوها وتقلبوها. الكنافة من النوع اللي بتتحرق بسرعة جدا، واحنا عايزين لونها يبقى ذهبي بالشكل ده. لو سبتوها هتتلسع منكم وتمرر وتدي طعم وحش قوي. هاخد طبقة من الكنافة احطها فوق الرز بلبن، مش هحط عليها عسل ولا شربات. لو عايزين تحطوا مفيش مشكلة، بس انا بحب الطبق ده يكون سكر معتدل، عشان كده ما بكتفي بالسكر اللي موجود في الطبقات التانية. هعمل الطبقة التالتة اللي هي طبقة الجلاش. جبت لفة جلاش، هاخد منها 4 ورقات بس. حطيت على ورقة زبدة وهبتدي ادهنها بمادة دهنية. دهنتها بالسمن. اتأكدوا ان كل الطبقات جا فيها سمن. الطبقة اللي مش هيجي فيها سمن هتلزق في الطبقة اللي ورا منها ومش هيتحمر زي ما انتوا عايزين. وزعت السمنة كويس. تقدروا تحطوا زيت على زبدة مفيش مشكلة، بس بصراحة انا استخدمت السمنة البلدي.
هنحطها في فرن على درجة حرارة 180، ما بتاخدش أكتر من 10 دقايق. خلي بالكم لأن الجلاش رقيق جدا وبيتلسع بسرعة، خليكم جنبه. الجلاش اتحمر بقى لونه في منتهى الجمال، هبتدي أكسره. هنكسر الجلاش عشان ده هيبقى الطبقة التالتة، وبرضه مش هحط عليه شربات. عايزين تحطوا عليه شربات مفيش مشكلة، بس هيبقى السكر عالي قوي وممكن يضايقكم. حطيت طبقة من الجلاش فوق الكنافة، وهعمل الطبقة الرابعة اللي هي الكريم شانتيه. كوباية كريم شانتيه ومعلقتين كبار سكر بودر وتلت كوباية مية متلجة. هضربهم كويس قوي في العجان لحد ما يتضاعف حجم الكريم شانتيه ويتماسك ويبقى كريمي جدا. هاخد منه حوالي كبشتين وهضيفهم فوق الجلاش من غير ما تلمسوه. الكريم شانتيه فيه سكر والرز بلبن فيه سكر، بس الكنافة والجلاش ما حطيتش فيهم أي سكر. زي ما قلنا السكر ده أذواق، أنا بحب الطبق ده سكر يكون معتدل. البولة دي تكفي من 3 ل4 أفراد. هساوي السطح وأحط عليه شوية من الفروتة المسكرة. الفواكه المسكرة دي بتكون لذيذة قوي، بيبقى شكلها حلو وبتبقى طعمها حلو قوي مع الميكس ده. هعمل الطبقة من كريمة الفستق. جبت 120 جرام من الفستق المتقشر وهحط عليه 60 جرام من الزبدة الطرية، وهميكس الخليط ده كويس قوي. وبعدين هضيف عليه معلقتين كبار من الكريم شانتيه ومعلقتين كبار من الحليب البارد. لو كريم شانتيه فيه سكر مش هنحط سكر، لو ما فيهوش سكر هنحط معلقتين كبار من السكر او العسل. انا الكريم شانتيه عندي كان محلى فما زودتش سكر، يا دوب حطيت حليب بارد. هميكس كويس، هيبقى عندي كريمة فستق في منتهى الجمال. هاخد منها جزء احطه على طبقة الفروت المسكرة. كريمة الفستق اتعملت في منتهى الجمال، طعمها رائع. هحطها بحرص عشان خاطر احنا حاطين طبقة من الكريم شانتيه. هوزعها بالراحة. هسويها بالمعلقة وهبتدي اعمل الطبقة اللي بعد كده. المفروض نحط طبقة من البسكويت اللوتس المجروش، بس انا ما استخدمتش طبعا البسكويت اللوتس، استخدمت بديله. بديله ده الباكت بيعمل 5 جنيه، استخدمت باكوين. هطحنه في المطحنة لحد ما يبقى بودر. طعمه على فكرة ما يختلفش خالص عن بسكويت اللوتس، ويمكن كمان ألذ. الطحن نفس اللون ونفس الطعم على فكرة ونفس الريحة. هاخد منه جزء واعمل منه الطبقة الأخيرة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو عجبتكم الوصفة ياريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. عملت الطبقة الأخيرة وهحط كريز مسكر. الطبقة دي اختيارية بتاعت الكريز براحتكم، بس أنا بحس طعمها بيكون لذيذ. وكان عندي شوية من الفستق المجروش هحطه على الأطراف.
خلص الطبق طلع في منتهى الجمال. الكمية اللي أنا استخدمتها دي الرز بلبن مع الكنافة مع الجلاش مع البسكويت عملت معايا بولتين كبار زي ديت. البولة تكفي زي ما قلنا من 3 ل4 أفراد، هتعملوا منها بولتين. لو زادت منكم الكمية تقدروا تحطوها جاهزة زي ما هي في الفريزر، تطلع في منتهى الجمال. لو عندكم عزومة تقدر تعملوها فيها، في العزومة هتكفي كل اللي موجودين، وهيطلع طعمها في منتهى الجمال. ميكس رائع، الرز بلبن مع الكنافة مع الجلاش مع الكريم شانتيه مع البسكويت مع الفروتة المسكرة، بجد طعمهم غرام. بصوا شكلهم بقى في المعلقة، يا عالجمال، بجد تجنن. طعمها في منتهى الجمال، وحقيقي فعلا ما كلفتكوش كتير. الكشري الحلو من الحاجات الجميلة قوي اللي كل الكبار والصغيرين بيحبوه. وبألف هنا على قلبكم.